السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل جمهور ملعب اليوم في كل الدول العربية. النهاردة بنقدم لكم كل تفاصيل قرعة كأس العالم 2026 في دقيقتين بس. أهلا بكل متابعينا الكرام في قناتكم ملعب اليوم، معانا كل ما هو جديد. أقيم حفل القرعة في مركز كينيدي في العاصمة الأمريكية واشنطن، فحدث تاريخي لأن نسخة 2026 هتكون أول بطولة في العالم بمشاركة 48 منتخب، وكمان لأول مرة بتنظمها 3 دول: أمريكا وكندا والمكسيك. قبل ما نروح للمجموعات خلونا نقول لكم تصنيف المنتخبات قبل القرعة بسرعة. المستوى الأول ضم الدول المستضيفة: المكسيك وكندا وأمريكا، ومعاهم أسبانيا والأرجنتين وفرنسا وإنجلترا والبرازيل والبرتغال وهولندا وبلجيكا وألمانيا. المستوى الثاني ضم أسماء قوية جداً: كرواتيا والمغرب والكولومبيا وأورجواي وسويسرا واليابان والسنغال وإيران وكوريا الجنوبية والإكوادور والنمسا وأستراليا. أما المستوى الثالث فكان فيه حضور عربي واضح، وأبرزهم مصر والجزائر وتونس وقطر والسعودية، إلى جانب النرويج وبنما وباراغواي واسكتلندا وجنوب أفريقيا. أما المستوى الرابع فضم الأردن والرأس الأخضر وغانا وكوراسو وهايتي ونيوزيلندا، بالإضافة للمنتخبات اللي هتتأهل من الملحق الأوروبي والعالمي. نيجي بقى لأهم جزء، نتيجة القرعة. المجموعة السبعة اللي بتهم الجمهور العربي جداً: بلجيكا ومصر وإيران ونيوزيلندا. مجموعة قوية لكنها مش مستحيلة، ومن حق مصر والعرب يحلموا بالتأهل. أما باقي المجموعات فجاءت بشكل سريع كالتالي: المجموعة الأولى المكسيك، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية الفائز من الملحق الأوروبي. المجموعة الثانية كندا وقطر وسويسرا والفائز من الملحق الأوروبي. المجموعة الثالثة البرازيل والمغرب وهايتي واسكتلندا. المجموعة الرابعة أمريكا وباراغواي وأستراليا والفائز من الملحق. المجموعة الخامسة ألمانيا وكوراسو وكوت ديفوار والإكوادور. المجموعة السادسة هولندا واليابان والفائز من الملحق وتونس. وباقي المجموعات بنفس القوة والتوازن. قواعد البطولة بسيطة: بتتوزع المنتخبات على 12 مجموعة، وبيتأهل أول والتاني من كل مجموعة لدور ال 32، ومعاهم أفضل 8 منتخبات من المركز الثالث. كمان القرعة ممنوع فيها وقوع فريقين من نفس القارة في نفس المجموعة باستثناء أوروبا لأنها عندها 16 منتخب. ودلوقتي السؤال الأهم: هل مصر تقدر تتأهل من مجموعة بلجيكا؟ الإجابة عندكم. شاركوا رأيكم في التعليقات، وهل تتوقعوا مفاجأة عربية في مونديال 2026؟ كان معاكم مريم من ملعب اليوم. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.